السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بنشتل في الرز، لوطنا وقلعنا المشتل والرجالة بتفرد هناك اهيت. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. وهنبدأ نزرع زراعة الموسم الجديد 2023. ولا جمال ده الجدع ابن أخويا عمال يساعد فيها من الصبح. لسه أنا هبدأ 10 جنيه دلوقتي عشان هو جدع حبيبي. يلا جيمي يلا. شوفوا يا جماعة المراحل اللي احنا بنعملها في زراعة الرز، ونفرجكم على التعب اللي احنا بنتعبه. مفيش حاجه بالساهل في الدنيا دي، كل حاجه بتعبها. تابعوا معانا وشوفوا كده بعينيكم، وادعوا لنا ربنا يخضر لنا السنه دي ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويبقى المحصول كويس باذن الله، ويبقى السنه دي افضل من السنه اللي فاتت. كل عام وانتم بخير. الله ينور يا رجاله. المشتل بتاعنا يا جماعه اهوت مقلعين اهو. الحته دي بتاعت عمي لسه ما قلعناهاش له، والحته الرز بتاعت حته 5 قراريط. كل سنه وانتم طيبين. الشتله دي قصيره لان الشتله الكبيره ما كفتش. الرجاله بالصلاه على النبي هم تخلصوا الارض. في حتت معكوكه، يعني في حتت كتير معكوكه، بس يعني نحمد ربنا الحمد لله. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. ما عادش الا البيت دي بس. الرجاله ثباتوا. بصوا لسه ما انزرعش اهو. لو ما مش عملوه انا هعمله. بنتعب والله يا جماعه علشان نعرف نطلع محصول ناكل من وراه لقمه عيش. اذا كنا مثلا البيت هنسيب شويه، هنبيع شويه، الدنيا عادات غاليه، وبرضه هنخف الضغط على المواطن. عايزين اسعاره تنزل تبقى 8 و5 جنيه. عايزين الرز يرجع كما كان 8 و5 جنيه بدل 33 و35. يعني احنا بنوصل رساله ان الفلاح المصري واحنا كصغار مزارعين احنا مش مقصرين خالص والله. بنحاول على قد ما نقدر نطلع اعلى انتاج عشان يبقى فيه فائض، ويبقى السعر ايه على المستهلك كويس. كل سنه وانتم طيبين. يا رب يخضر لنا بقى ويكرمنا، والقادم ان شاء الله باذن الله افضل. وان شاء الله باذن الله هيبقى الرز السنه دي في البلد ان شاء الله سعره لا يتجاوز 7 8 جنيه. يعني لو وصل 10 جنيه هنقول كتير عشان الناس خلابه. كل سنه وانتم طيبين.